خوفوا عليكم. لا خوف عليكم. خوفوا عليكم. هاي الطريقة لا تجربوها. ايه هي الطريقة تبعنا لا تجربوها لأنه ما نجحت معنا. على فكرة هي الطريقة هي ناجحة بس لازم المفروض كنا قللنا مي بس. هو اللون شاي كرك. شوفوا اللون شاي كرك. شاي بني. يا جماعة الخير حركة للأذكياء فقط. تمام حبايبي؟ طيب أول شيء بنفتح الأيباد بنروح بعدين للملاحظات. الملاحظات مثل كأنه أنا عندي شو لوحة، يعني لوحة تبع الرسم والرسم. عرفتوا كيف؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ها دقيقة بس خليه يفتح الأيباد. أوكي يا الله ميشا ميشا يا قلبي ميشا. أوكي مرورنا الملاحظات. تمام في عندي هلا أنا بدي أحط لكم رقم 15. 0 زائد 0 بيساوي 15. حركة للأذكياء فقط، بحركة واحدة إنه كيف نحن نحول هذا الرقم. طيب شوف عشان أوضح لكم أكثر. تمام بناخذ عنا هون مثلا رنيم تعالي شوي. ناخذ القلم هذا الأبيض. تمام وبنرسم شو بنرسم أو مو بنرسم، بنكتب 0 زائد 0 يساوي 15. يا رنيم شو؟ شايفي هذا الرقم؟ تمام بحركة واحدة كيف فينا نحوله انه بحركة واحدة هذول الرقمين 0 زائد 0 يساوي 15. بحركة واحدة كيف فينا نسوي هذول الرقمين يطلع الرقم عنا الناتج صحيح. بحركة واحدة هون كيف بدك تساويها حتى تصير عنا بالفعل شو انه يكون هذا الناتج الصحيح. الناتج صحيح. بحركة واحدة كيف فينك تسوي هدول الرقمين بحركة واحدة؟ شغلي بده يكون هون. شغلك هون مو هون. عرفتي كيف؟ بحركة واحدة بتصير. بحركة واحدة بالضبط. بحركة واحدة كيف فينكم يا جماعة الخير أو فكروا فيها شوي أنتم. بحركة واحدة كيف فينا نسوي هدول الرقمين ويساوي 15. أنت شغلك هون هلا. اوكي. حتى أنتم متابعين حبايبي فيكم تحلوا هذا اللغز ولا لا بحركة واحدة. طبعا الحركة هي طبعا اللي ما بيعرفها بتشوفوها صعبة جدا ولكن هي سهلة. اوكي يلا حركة واحدة شو ممكن تسوي؟ ممكن نحط هيك 15 زائد 0 يساوي 15. لا طبعا غلط. غلط. هدول الاثنين لازم هذا لازم يكون رقم وهذا لازم يكون رقم استنى. بحركة واحدة. هل يا ترى يا حبايبي انتم ممكن تحلوا هذا اللغز؟ لازم حركة واحدة ولا انه فيني غير اثنين؟ لا حركة واحدة بدون ما امسحهم. بدون ما تمسحي. عرفتي؟ طيب فيني اعمل هيك وهي تصير 8 طيب ايه وهي تصير 6. طيب كم حركة صار عندنا هون؟ حركتين صح ولا لا؟ نحن هون صار عندنا يا جماعة الخير حركتين. وعلى فكرة طب انا قربت شيء؟ قربتي. انت قربتي، انت شبه قربتي بس بحركة واحدة انت عملتي حركتين. والموضوع هو صح بتشوفوه صعب بس ولكن هو الموضوع سهل جدا. عرفتوا حبايبي؟ اظن رنيم بعدها قاعدة بتفكر بس تستسلمي اللي لسه معاكي محاولات. اوكي. عرفتي؟ بس انه هو الموضوع سهل ايه بحركة واحدة. يعني كيف بدي يصير هون رقم يعني هون ممكن رقم تجربي بحركة هيك. واحدة؟ لا احنا حطينا هذا القلم. تمام دقيقة او خلينا بس نمسح هاي نرجع نحط 0. تمام اوكي بحركة واحدة. طيب اذا عملت هيك هيك تصير 8 بعدين بمشي هيك وبطلع هيك. بالله عليك بالله عليك شلون زبطت معاكي؟ بس فهميني شلون زبطت معاكي؟ يعني شلون زبطت معاكي؟ شلون زبطت معاكي؟ شو بعرفني؟ عم طيب. حاول. استسلمتي ولا لسه؟ لا ما بدي استسلم. هلا انا بدي ارجع ارسمها منيح عشان انا احللكم هذا الشيء قدامكم. تمام فبدي ارجع امسح كل شيء. تمام ونرسم من جديد. اوكي لانه رنيم شكلها استسلمت وما عم تعرف هذا اللغز. يعني عرفتوا كيف حبايبي؟ يعني احنا هلا عندنا 0 زائد 0 يساوي 15. تمام طيب اقرب لك اياها اكثر. ايه هون عندنا رح يكون رقم 6 وهون عندنا رح يكون رقم 9.
6 ب9 15 بس بحركة واحدة. هلا لما انا احل هذا الشيء قدامك حتشوف انه هذا الشيء جدا انه بسيط. والله هذا الشيء جدا بسيط، بس اللي ما بيعرفك اول مره رح يحسها صعبه. طيب هذا حيصير رقم 6، هي قربت لك اياها اكثر من هيك، وهذا حيصير رقم 9. بس شلون بحركه واحده ممكن نسوي نحن هذا الشيء؟ هون المشكلة. ما هي هون المشكله. ففيك تحلي هي المشكله قدام متابعيني حبايبي؟ عجزتي. طيب قدام حبايبي، قدام متابعيني حبايبي، متابعين عمارو. تمام، رح اسوي هذا الشيء قدامكم، ورح تشوفوا انه كيف رح يطلع عندي الجواب صحيح. اوكي، بس انا بدي ارجع بس امسح هدول مشان اعدلهم منيح. اوكي، كلهم امسحهم كلهم. عجزتي صح؟ متأكدة؟ طيب انا هون 0 زائد 0 يساوي، لا خلينا نبعد هدول عن بعض. اوكي، نرجع ناخذ القلم. يساوي 15 الناتج. اوكي هذا رقم 15. طيب حركة واحدة فينا انه نحن نعمل، شوفي كيف، شوفوا حبايبي متابعيني، ناخذ هذا هيك 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 هيك. تمام، بعدين بنمسح من هون هيك، وبعدين نمسح هيك هيك هيك، فبصير عندنا الناتج هون 6 زائد 9 بيساوي لا يا ربي لا. انت بتشوفوها صعبة بس هي سهلة الصراحة. عرفتوا كيف حبايبي؟ كثير سهلة وبايخة. لك كثير سهلة وبايخة، عن جد كثير سهلة وبايخة. بس شلون طلعت 6 زائد 9 يساوي 15؟ هي الموضوع جدا سهل. عرفتوا؟ عن جد؟ انكم بس تاخذوه، لا انكم بس 0 زائد 0 تاخذوه هيك، هذا هيك دائري. لا صار وجه يعني. صار وجه يعني. عرفت كيف؟ صار المقنع. وبعدين بتمسحوا هيك من فوق. اعملوا هذا التحدي مع اخواتكم يا حبايبي. تمام، اجلطوهم شوي لانه التحدي هذا حلو. او هو يعني فيك تقول التحدي على او للاذكياء فقط او بس رنين ما طلعت معنا هي من احد الاذكياء. والله انا مو احد الاغبياء. احد الاغبياء. بايخ. لك لا بايخ ولا شيء. بعدي بس قلت لا ما بيصير. لا بايخ ولا شيء، بس انت ما عرفتي تحلي للاسف. ما صار شيء خلص يعني. للأسف. عملت شرف المحاولة. عملتي شرف المحاولات، عادي ما مشكلة. جهزت المكونات يا جماعة الخير، هي. راح اسويكم الوصفة. تمام، هي ممتازة رنين. راح اعطيكي وصفة هي ممكن انت كل يوم تجربيها عندكم بالبيت. تمام؟ اوكي. انت ومتابعيني اقسم بالله اذا بتدوقوها رهيبة. هلا رنين راح اعطيها هي الوصفة. تمام؟ جماعة الخير، الوصفة هي عبارة خيار ليمون، والمكونات عندنا هنن شايفين، شطة، ملح، طبعا سماق هو الشيء الاساسي. اوكي، وعندنا هون الدبس رمان. رنين بس اللي بدي اياه منك انت انك تقشري لي هذول الخيارات شرائح، يعني مو اصابع، شرائح مدورين. عرفتي؟ مدورين بس تقشرهم شيء؟ لا ما تقشري. قصدك من برا؟ لا ما تقشريهم، بس شو ما يكون انه سماق، يكون يعني عادي. ورجينا كيف. ها انه هيك. ايوه هيك. تمام، هلا احنا نقطع الخيار. تمام، مشان اوريكم الوصفه كيف رح اسويها. يا جماعه الخير، هي الوصفه جدا رهيبه وطيبه مثل ما شايفين قدامكم هون. راني قاعد لك مقابلي لوريكي الوصفه، وبدك تدوقي الوصفه هي وتعطيني رايك عن جد. تمام، انا شو حاط هون؟ دبس رمان وكمون، لانه هدول اختياري. فيكم تحطوه فيكم ما تحطوه، بس الشيء الاساسي نحن عندنا الشطه والملح والسماق والليمون. عرفتوا كيف؟ اول شيء شو بنعمل نحن؟ بنرش رشه ملح. تمام، بنرش رشه ملح على الخيار. لا حاج. لا تمام. هي بتعرفي انت شو اساس الخلطه كلها؟ شو السر تبعها كلها؟ حزير شو؟ انت شو يا حزرك؟ الملح يعني. لا. الدرج. لا. الليمون. لا. الحب. لا. السماق. السماق هو اساس الخلطه هي كلها. اوكي، هو السماق يا جماعه الخير اساس الخلطه كلها. ده بنجيب هلا عندنا نحن هون نص ليمونه. تمام،
عن جد هي جربوها ودوقوها بالبيت، وسهلة يعني جدا سهلة، ومكوناتها اصلا ما بدها شيء. عرفتوا كيف؟ ولا شيء. بس تناولينا محرمة من عندك. اعطيني. خير لك تمام. وهلا بنجيب نحن شو عنا هون السماق. خلينا نرجع نسكر الملح. اوكي حبايبي، بسم الله. السماق هو اساس الاكله هي. اوكي، وانا من النوع اللي بحب السماق للصراحه، وبحب السماق اكثر شيء انا مع شو يا حزرك؟ شو؟ مع الفلافل. آه. مع الفلافل. وبعدين بنجيب هلا مثل ما قلت لكم دبس رمان والكمون انا حطيتهم على جنب لانه هدول اختياري. اوكي مو شيء اساسي. انا قلت لكم الشيء الاساسي هدول المكونات هون اللي قدامي. هي شط. تمام. بس هلا ممكن نحن نحتاج شو؟ ليمون. عرفتوا؟ هلا نخلط. ها لازم نخلط لانه كترت انا شوي ملح. عرفتوا؟ نخلط. بدي اياك تدوقي هاي الوصفه وتعطيني رايك. اوكي. هي انا الوصفه كنت دائما سبحان الله من ايام سويد اكل منها، بس مرت ايام عاد سويتها، وما انه هي جدا سهله. عرفتوا كيف؟ بس حصير شو رح تدوقيها انت هلا، بس ممكن تحتاج لها شويه ليمون. ممكن ها دوقي اعطيني رايك. هي صراحه حطيت دبس رمان ولا كمون، لانه انا لما كنت ساويها ما حط لا دبس رمان ولا كمون، لان هدول اختياري. اللي بده يحط اللي ما بده عادي. شيلي قطعتين يعني شيلي كميه عشان تحسي بالطعم، واعطيني رايك. وصفه عمار الخرافيه. شو بالله عليك كيف؟ شلون؟ ها هيك انا هلا بشيل وحده بايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مليانه سماق. بسم الله. يا الله ما طبعا. هو السماق حامض؟ لا السماق مو حامض، كان هي بدها ليمون زياده. شلون؟ نص الليمون الثانيه. هي جيبي نص الليمون الثانيه عشان نكمل الوصفه كامله. طيب وين جهاز التلفزيون؟ شو برجع بعمل انا؟ برجع بضيف نص حبه ليمونه ثانيه عشان تعطينا طعمه اكثر حموضه. تمام. طيب والله محرمه رنين. يا سلام. وهلا نحن طبعا دقناها هيك، وانا بعرف طعمها كيف هيك. عرفتوا كيف؟ هي طيبه جدا هيك، بس هالمره انا ولا مره مجربها مع كمون والدبس رمان. عرفتوا كيف؟ فبنحط كمون، رشه كمون. اوكي، وقعدنا نشوف الطعم. لا تكتر كمون طبعا لا. صار عندنا نكهه كمون طيبه. اوكي، فتح لنا الدبس رمان لك. يا سلام الدبس رمان. حطي لك انت، بس حاولي انه يعني شيء بسيط، يعني نكهه بس. بس ممتاز. بس ها هلا بنرجع بنجيب المعلقه. تمام حبايبي. بنخلط. شايفين؟ اقسم بالله يعني منظرها لحاله بيحكي. هلا انت شو بتعملي؟ بتشيلي وحده هيك وتفوتي فوتك. عرفتي كيف؟ يا هلا اعطيني رايك. هذا وصفه عمار. هلا اعطيني رايك. انا الصراحه ولا مره دايق مع كمون ودبس رمان. هلا حدوق قدامكم نشوف اي اطيب. الوصفه اللي بدون دبس الكمون ولا مع الكمون والدبس؟ شلون صارت اطيب صح؟ والله تحمست. شوف هذول هيك رح اشيلهم بايدي مثل ما هن. ها بسم الله. رهيبه. اقسم بالله رهيبه، والله العظيم رهيبه. شوفوا المرأة كيف. هذول من الليمون. شايفين الليمون؟ هيك لازم تكون مريئة عشان تستطعمهم اكثر واكثر. انا شو بعملها هيك. تمام. شوفوا المنظر. يا سلام. حامضة. بالله عليكم اللي لسه ما بيعرف هي الوصفة او ما جربها، هلا فورا هلا وانت عم تحضر ستوري هذا روحوا جربوها. شلون؟ بدون مجاملة.
والله رهيبة بدون مجاملة يا جماعة الخير، روحوا جربوها على السريع. أول مرة نحن بنسوي شيء أنا ورنيم كتجربة للشاي الكرك، إنه كأول مرة اليوم نحن بنسوي شيء ما بيزبط معنا أبدا. تمام صح، ومعاكم حق، لأني أنا نفس الشيء لما قرأت بالعلبة حليب، شو كان اسمه الحليب؟ مكثف ولا مبخر اللي جبناها؟ مكثف صح؟ لا مكثف محلى. حليب مكثف للحلا، عفوا محلى. تمام، اصلا هي نحن بالنسبه لنا هون بنسميها نسله حليب. عرفتوا كيف يا حبايبي؟ وحزروا على مين الحق طلع؟ الحق طلع على الشات جي بي تي، لانه انا سالت الشات جي بي تي قلت له هل يصلح الحليب مكثف الحلا مع الشاي الكرك؟ قال لي نعم طبعا، ويعطيكم طعما مختلفا تماما. وحطينا نحن وحطينا تمام. لو نحن حاطين ممكن حليب عادي كان زبط على فكره، نحن عندنا حليب عادي ايه، بس انا فهمت عليهم وبعرف انا اي حليب انن قصدهم. هذا الحليب المكثف اللي بيجي مريء، مو بيجي مبخر ايه، مو مكثف. لا المكثف هو اللي بيجي مثل انه يعني جامد. عرفتوا كيف حبايبي؟ انا بعرف هذا الشيء، بس ولكن